السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا احنا كنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات اللي هو الفيديو شورتس ان ما ينفعش ان انا اربي بط وفراخ مع بعض. لو انا عاوز اربيهم مع بعض احط الميه في ايه؟ لان احنا عارفين ان البط بنحط له ميه في اطباق مفتوحه ولا حاجه ممكن نعملها، فده كله بيساعد البط بيشرب زي ما قلنا في الفيديو اللي فات. الفكره كلها بقى ان انا لو انا عاوز احط ميه للبط مع الفراخ احطه زي ما انتم شايفين قدامكم كده في سقايه، واجيب السقايه واحط تحتها طبق بتاع سقايه اكبر او طبق تاني اكبر، بحيث ان البط يشرب ويعكعك في الميه زي ما بيعكعك، والميه اللي تنزل في الطبق الكبير ما تنزلش على الفرشه وتعمل ريحه زي ما كان في الفيديو اللي فات، وبالتالي كده الفراخ تشرب وما تتبلش. انما ان انا احطه في اطباق مفتوحه زي ما قلت صدر الفرخ بيتعك فيبتدي يبل نفسه، انما هو كتاكيت صغيره وانا عاوز اوفر في التدفئه احط الاتنين مثلا لمده اسبوع ولا حاجه، فلازم أنا احط السقايه وتحتها طبق كبير بحيث ان الميه اللي تقع من السقايه من البط ما تعكش تحتها وتعمل ريحه والكلام ده كله، وتاثر على الفراخ وتخلي الفراخ تعطس مننا او ما تحصلش التربيه. وطبعا لمده اسبوع بس، اكتر من كده ما ينفعش. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.